كل عام وانتم بخير. رمضان خلاص على الابواب. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده حبة ليمون كده معصفرين زي الزبدة، بيدوبوا كده في البق دوبان، وفي نفس الوقت الليمونة متماسكة وهتقعد معانا من السنة للسنة. على اول رمضان كده ان شاء الله هيكونوا اتخللوا واستووا بقوا زي الفل. معانا حوالي 3 كيلو ليمون، اخضر بقى واصفر، المهم ان هو يكون طازة كده. هنغسله كويس، وبعد كده هنجيب حلة نحط فيها مية عادية من الحنفية ونحط فيها الليمون، بعد كده نحطه على النار. اول ما تبدأ في الغليان خلاص هتبدأ تغلي، نطفي عليه ونغطي ونسيبه لحد ما يبرد تماما عشان الليمونة تفضل معانا متماسكة بالشكل ده. بعد كده نفضل نغير عليه لمدة 3 ايام كده، الصبح وبالليل. بعد كده معايا شطة حامية خضرة وحمرة، ومعايا خل، ومعايا عصفر، معايا حبة البركة، ومعايا ملح. كمية الملح اللي انا استخدمتها في الوصفة كلها حوالي 6 معالق كبار. والبراطيم اللي احنا معقمينها. هنبدأ بقى في الخلاط كده، نقطع الشطة الحامية حسب ما احنا حابين الكمية. دي الخلطة اللي احنا هنحشي بيها الليمون. بعد كده ضفنا ملح وحوالي ربع كوباية من الخل، وضربناها في الخلاط ضرب خشن كده. بعد كده معايا جزرتين مبشورين، هناخد جزراية نحطها على الشطة، ونضيف كمان حوالي معلقتين كبار كده حبة البركة، وكيس العصفر اللي معانا ده، ومعلقتين كبار كده من الملح. نقلب الخلطة دي كويس جدا مع بعضها. بعد كده نعمل في الليمونة، نجيب الليمونة كده ونفتحها على شكل اكس كده، بس ما نوصلش للاخر. ايوه بالشكل ده. وده البرطمان متعقم معانا، وهنرش كده رشة جزر خفيفة في البرطمان قبل ما نحط الليمون. وبعد كده نحشي الليمونة. يفضل ان احنا يكون في جلافز نلبسه علشان الشطة بتكون حامية خالص، بس انا ما كانش عندي. نحشي الليمونة بالشكل ده بالخلطة، وبعد كده نرصها في البرطمان. هنبدأ كده نرص الليمون على الجزر في البرطمان، وعليها كمان رشة بعد كل رصة ليمون كده نحط رشة جزر، وبعدين نرص رصة ليمون، وهكذا لحد ما نملى كل البرطمان. بعد كده هنجيب الشطة الخضراء الحامية، نفتح فيها فتحة بسيطة خالص بالسكين، ونسيبها بالقمع زي ما هي كده، بس مغسولة طبعا ومتنضفة كويس جدا، ونرصها بشكل عشوائي كده في البرطمان. نكمل بقية الليمون نحشيه ونكمله في البرطمانات كلها. معانا حوالي كوبايتين من المية مغليين ومتعقمين كويس، وسيبناهم يبردوا. بعد كده هنضيف عليهم المية اللي نزلت من حشو الليمون، مش هنرميها طبعا. هنضيف عليهم حوالي معلقة كبيرة من الملح، يعني الملح حسب الرغبة. هنضيف الملح وهنقلب لحد ما ندوب الملح، وبعد كده هنملى بقى البرطمانات بالمية خالص لحد ما نغطي الليمون، ما نسيبش فيه ولا حاجة غير لما نغطيها عشان ما يتعفنش معانا، وان شاء الله مش هيحصل له اي حاجة. بعد كده نضيف حوالي نقطة زيت كده زيتون على الوش، او اي زيت نضيف معانا، ونغطيه بورق استرتش او باي كيس نضيف عندنا، ونغطيه كويس ونقفل عليه كويس بالغطا بتاعه. نغلفه بكيس اسود ونشيله في مكان نضيف ويكون مظلم كده علشان خاطر يتخلل معانا كويس، وهيبقى زبدة كده زي ما انتم شايفين، وهيقعد معانا من السنة للسنة. اللي في الطبق ده من السنة اللي فاتت لسه زي ما هو، والليمونة متماسكة وفي نفس الوقت دايبة خالص، وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو عجبكم، وكل عام وانتم بخير. سلام.